بعد إذن التربية الإيجابية ونفسية الطفل وحقوقه. نعم يا أختي. قارئ التربية الإيجابية ده مش قارئ الأم المصرية مال ولا عيالنا وش تربية إيجابية. أنا إيمان شاهين وده آخر متر. قولي كده إزاي هنقنع البلطجي الصغير ده إن الفيشة بتكهرب؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك. وإنه ما ينفعش يشخبط على قفا زميله في المدرسة إلا لو ضرب بالشبشب. ضربني هسيبه؟ لا قمت مديك. الواحد ما اتكلمش غير لما الأمور خرجت عن السيطرة. أنا خارج عن السيطرة. يعني ايه اكون ماشي في الشارع والاقي طفل مطلع عين امه عمال يصوت ويدبدب في الارض وهي كل اللي عليها مازن دون بي نوتي؟ يا الحنان ده كله ولا اتجنن لوحدي كده. علشان كده قررت ادور واشوف هل فعلا في حاجه اسمها تربيه ايجابيه ولا ده كلام وخلاص. وبعد بحث كتير طلع فعلا في تربيه حديثه وهدفها الاساسي ان مازن لما يكبر يكون انسان واثق من نفسه. لا واثقه من نفسيها مش واخد بالها كده. هتقولي طيب ازاي اربي ابني زي تربيه مازن حديثه كده؟ هقولك يا سيدي، اولا لازم يكون في احترام متبادل بينك انت والشبر ونص. هتقولي ازاي برضو؟ يعني تاخد رايه، يشرب لبن مثلا ولا بيبسي، اندومي خضار ولا لحمه كده يعني. مش محتاجة حاجة يعني. ثانيا انك تسمعه، تفضل ساعه ونص تسمع حكايه ايمن صاحبه لما وقع من على السوينج، سوري يعني اللي هي المرجيحه. ثالثا انك تشجعه بس من غير ما تمدحه. يعني ايه؟ يعني تقول له شاطر يا قدوم انك حليت المساله دي، بس ما تقولوش ده انت احمد زويل عصره. رابعا بقى وده الاهم، تعرف هو بيعمل ده ليه؟ انا ذات نفسي مش عارف. يعني لما كسر شاشه التلفزيون ودغدغها، يا ترى قدوم عمل كده ليه؟ هل ابوه انتقده ولا امه دلعت اخوه قدامه هو لا؟ وغيرها من الاساليب الايجابيه اللي بتشجع قدوم يكون انسان سوي وواثق. والحقيقه اننا لو ركزنا شويه هنلاقي ان العيله كلها بتشارك في التربيه الايجابيه، مش بس الاب والام، لا ده كمان الخال والخاله والجدود وعم مرعي البواب، علشان نلاقي فجاه ان كلنا بقى لينا دور في تربيه قدوم. اصحاب المحلات والسواقين والبياعين والمدرسين كمان. بس هي ايه هو هيصل في الكلام ولا ايه؟ ما هو ما ينفعش برضو مدرس يقول له يا غبي، لان دي مش تربيه ايجابيه. مشكله التربيه الحديثه دي انها بتطمعك، يعني بتعشمك ان ابنك ده لو اتربى من غير الشبشب هينافس احمد زويل وهياخد نوبل في اكتر بني ادم نفسيته سليمه وبيحب كل الناس والناس كلها بتحبه. ويا سلام بقى على المثاليه لو يقولوا ام الولد المثالي راحت ام الولد المثالي جت. حياتي بقت اجمل بكتير، انا حسيت فعلا بالتغيير. ويا عالم يمكن انا ابان قدامك زي الفل بالتربيه القديمه، بس وارد جدا اكون مش زي الفل ولا حاجه. ولو كنت اتربيت بالتربيه الحديثه كان زماني في حته تانية خالص. انا القادر وانا المفرقع. المهم يعني انا في الفيديو ده عايزه اقولك على حاجه، لو قدرتي ما ترنيش عيالك علقتين 3 كل يوم اعملي كده. ما تنسوش تقولوا لي في الكومنتس بقى انتوا بتربوا ولادكم ازاي ولا هم اللي بيربوكم، واستنونا دايما في اخر